السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعين ماجدة بكر؟ ازيكم يا روحي؟ وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى يا حبايبي جايه لكم بأكلة سمك اسكندراني. عارفين يعني ايه سمك اسكندراني؟ يعني العشق كله. هعمل النهاردة صينية بوري بالبطاطس في الفرن بخلطة تحفة ان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا يلا بينا. بصي بقى يا قلبي، انا جبت هنا كيلو بوري عبارة عن 4 وحدات، يعني مقاسه وسط. تمام. وجبت 3 بطاطسات قطعتهم طرنشات، بعد طبعا ما قشرتهم قطعتهم طرنشات شيبسي زي الشيبسي كده، مش تخينة. انا مش عايزاها مش تخينة عشان السمك هنا ما بياخدش سوا كتير. تمام. وجبت 3 طماطمات بردك قطعتهم صغير، وجبت بصلاية بردك كبيرة قطعتها صغير، وجبت حزمة كرفس. وهنا انا بكتفي في الاكله دي بالكرفس، عايزه تحطي عليها شبت وبقدونس حطي، انما هنا انا مستخدمه الكرفس بس. وجايبه ليمونتين وقرنين فلفل حامين، والفلفل هنا حسب الرغبه برضو. وجايبه راس توم كبيره، وجايبه ملح وشطه وكمون وكزبره ناشفه، وجايبه زي معلقتين خل، وجايبه زي ربع كوبايه زيت. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا طبعا نضفت السمك، نضفته تنظيف كويس وفتحته من الظهر بعد ما طبعا حطيته في ميه ودقيق وليمون عشان الزفاره. تمام. وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى هجيب السرفيز او الطبق، هنزل بالطماطم المتقطعه، وهنزل على الطماطم بالكرفس. الكرفس هنا بيدي اكلة السمك، مش قادرة اقول لكم الطعم تحفة، هو يعتبر الاساسي في اكلة السمك الكرفس النهاردة. وهنزل بالبصلة المتقطعة بردك صغير، انا عايزاكي تقطعي البصل تقطيع صغير زي ما انت شايفة كده. وبعد كده يا روحي هجيب الليمونة بقى اقطعها واعصرها على الخليط ده. الليمون طبعا احنا عارفين اساسي في اي اكلة سمك، الليمون بيدي مزازة للسمك، زائد كمان بيضيع الزفارة. ده ليمونة كبيرة كده حلوة زي ما انت شايفة، وتعصريها. هشيل بس البذر. انا هنا دقيت الثوم على فكرة، دقيته بشطة وكمون وكزبرة ناشفة وملح، يعني هو جاهز دلوقتي ان انا احطه على الخليط على طول. هحط هنا معلقتين الخل، وهحط معلقتين كبار زيت كده، وهنزل بالتومة بقى اللي انا قلتلكوا عليها اهي، جاهزة اهي، عليها الشطة والكمون والكزبرة الناشفة وحبة ملح بردك. وهبتدي اخلط الخليط ده كله كده مع بعضه. الخليط ده طبعا عشان انا حطيت بصل وحطيت طماطم، يعني حبشه بحبة ملح كمان، هيحتاج حبة ملح، املحه كده شوية ملح كمان كده عشان يظبط بس الطعم معايا. واقلبهم في قلب بعضيهم كده. كده اتمزجوا مع بعض او اندمجوا مع بعض، خلطناهم كده كويس مع بعض. هجيب بقى يا قلبي ايه الصينية، هجيب الصينية وانزل فيها بالبطاطس. انا هنا طبعا الصينية مش هتاخد ال4 سمكات، انا هعمل على صينيتين، فكل صينية هتاخد 2. انا عايزة السمكة هنا طبعا تكون مفرودة واخدة راحتها في الصينية. هنزل بقى بنص الخليط ده واقلبه كويس مع البطاطس، عايزة الخليط ده كله كده يتشبع في قلب بعضه. هحط بردك رشة ملح عشان هنا البطاطس طبعا احنا عارفين ان هي بتسحب ملح، فاحنا نملحها بردك شوية كده، مش كتير يعني، نملحها شوية كده بحيث ان ملحها يطلع مظبوط. كده قلبتهم كويس جدا في قلب بعضيهم زي ما انتوا شايفين كده.
عايزه تقطعي بقى قرن فلفل حامي قطعي، انا هنا قطعت. لو بتحبي الحامي قطعي. وهقطع بردك في الخليط بتاع الحشو بردك ايه زي نص قرن فلفل كده، عشان لو عندك اطفال ولا حاجه ما يبقاش حامي عليهم. كله تمام كده، الصينيه اتظبطت. هاخد بقى السمك كده افرده على وشه كده، واجيب الخليط واوزعه كله في قلب السمكية. بص انا بفرده ازاي، تفرديها خالص كده. مش قادرة اقول لكم على ريحة الخليط ده عامل ازاي، تحفة. السمكة التانية بردك الخلطة دي يا جماعة مش قادرة والله اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. بصوا يا جماعة انا كده نزلت بالخلطة اللي انا عاملاها في الصينية الاولانية اللي انا عملتها كده تمام. هنزل عليها بحبة زيت على الوش، عشان بردك لما تخش تحت الشواية الوش يحمر كده. وهنزل بردك بنص كوباية مية، عشان البطاطس طبعا بتبقى عايزة مية للسوا، السمك مش هينزل مية قد كده. هاخدها بقى ادخلها في الرف الوسطاني على درجة 180 وقبل نص ساعة كده، وقبل ما تطلع 10 دقايق تحت الشواية. بصوا يا قلبي، هي دي بعد ما طلعت من الفرن. شايفين جمالها، شايفين سواها، تحفة. مش قادرة اقول لكم ريحتها تحفة كمان. انا هنا عملت طبعا زي ما انتم شايفين السمك اهو، وعملت معاه رز احمر، وعملت سلطة خضراء، وعملت بطاطس مهروسة. الف هنا وشفا يا قلبي. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.